أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخلاصة هي ما هي؟ الخلاصة هي أن باب النية وباب الإخلاص هو من أعظم أبواب الدين، وأن العناية به هي من أعظم المطالب التعبدية، وأن من أعظم ما ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يراعيه ويراجعه في نفسه يوميا هو باب النية. وأنه إذا قال العلماء عن هذا الحديث إنه ثلث الدين الإسلام أو ربع الإسلام أو نحو ذلك من العبارات، فإنما الشأن كل الشأن في هذه العبارات نظرا لكون هذا الحديث متعلقا بالنية ومتعلقا بالإخلاص. وأن من أعظم ما يدل عليه هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فإنه مهما تعب يعني بذل وسعى ولو كان عرض نفسه للخطر فيما ظاهره أنه جهاد في سبيل الله أو هجرة في سبيل الله، فإنه لن ينتفع بذلك إلا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الأهم الذي ينبغي أن يقف الإنسان عنده في هذا الحديث، والذي أردت أن أقف عنده في هذا الحديث. وأما الهم اللي هو انعقاد الخاطر في القلب يدل على ما في باطنك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10، فإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وأن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. إيه الهم ده؟ الخاطر، حديث النفس اللي بيدور جواك. إيه؟ عملية تصفية الهموم، إن جواك يبقى أبيض ناصع. عارف الغل والحقد وسوء الظن والحسد والنظر كل ده من إيه؟ إن جواك غبش، في غبش جوه عايز تطهره بالفكرة. وده برضو من علاج الرياء. ان الرياء مشكلته ايه؟ انك قاعد تبص للناس بيبصوا لي، ده شايفني دلوقتي وانا بتكلم لما اقول كلمة حلوة، ده شايفني وانا بعمل لما اقول، ده شايفني وانا بصلي لما اركع كويس. قاعد تبص لده ولده. ليه مهتم بالناس وسايب ربنا؟ لانك اصلا ما بتفكرش في ربنا.